يا مساء الفل عليكم. طبعا مفيش حاجة النهاردة ولا امبارح ولا بكرة ولا في أي وقت هنتكلم فيها غير أو أهم من الصفقات. طبعا هنتكلم عن صفقات الزمالك رقم واحد، لأن هو بحكم إن هو أكتر نادي دلوقتي بيعمل صفقات. الأهلي عمل كل صفقاته تقريبا قبل ماتش بيراميدز، قبل كأس العالم للأندية. خلص كل الصفقات، ما بقاش عنده دلوقتي غير مهاجم بيدور على وسام مكان وسام أبو علي، لعيب تاني الكلام ده كله. فده بالنسبه للاهلي. بيراميدز برضو تقريبا شبه كامل، بيدور على قطعه او قطعتين عنده. فيمكن الاكثر نشاطا في الميركاتو الصيف السنه دي هو الزمالك. الزمالك لو هنتكلم عن اول حاجه في موضوع الصفقات، موضوع بيرسي تاو. الصفقه دي انا عايز اتكلم فيها، عايز يعني مش عارف هل فعلا بيرسي تاو يا جماعه لو الزمالك بيتفاوض معاه وهيضمه على اعتبار ان هو صفقه فري وان هو بيرسي تاو والدنيا والحكايه، هل بيرسي تاو هو الصفقه السوبر بتاعت الزمالك؟ هل بيرسي تاو هو اللي الزمالك فعلا محتاجه ده الصفقه السوبر اللي الجمهور مستنيها؟ مش عارف، دي هنتكلم فيها برضو ايه بالتفصيل. هنتكلم كمان عن محمد اسامه دكتور الزمالك السابق والحوار اللي عمله والكلام اللي هو اتكلم فيه، المعلومات اللي اتكلم فيها وتوقيت الحلقه نفسها، الحاجات دي كلها هنتكلم فيها برضو. هنتكلم كمان عن صفقه احمد عبد القادر اللي فجاه بقى هيروح بيراميدز، وهي بيراميدز عايزينه وهيخش في صفقه تبادليه. الكلام ده كله برضو ايه هنتكلم فيه بالتفصيل. هنتكلم كمان عن التويته بتاعه الاستاذ ممدوح عباس رئيس الزمالك الاسبق، اللي هي استفزتني انا شخصيا على المستوى الشخصي وما حبيتهاش، وحسيت ان هي بصراحه ربنا مش حسيت ان هي مش يعني مش وقتها بصراحه، برضو يعني كانت غريبه جدا. هنتكلم عن سيف الجزيري، حابب ان نتكلم عن سيف الجزيري. لو حد عنده سؤال في حاجه معينه، لو حد عنده اعتراض في حاجه معينه، قبل بقى ما نتكلم في الحاجات دي كلها، انا عايز اوجه لاخواتي وحبايبي واصحابي وضيوفي وكل الناس اللي على دماغي اللي عندي على الاكونتات كلها، على سواء على الفيسبوك او التيك توك او اليوتيوب. بعد اذنكم يا جماعه ما حدش يشتمني. اللي ينتقد معلومه، اللي ينتقد كلمه، اللي مش عاجبه رايي، براحتك انتقدني زي ما انت، بس محدش يشتمني، محدش يقول لامك وابوك، عشان لو يقول لامك وابوك انا اسف. انا ببقى ماسك نفسي، بمسك نفسي لمليون حاجه. اول حاجه انا بمثل مكان، يعني بمثل اليوم السابع سواء على السوشيال او في حياتي الشخصيه. فببقى المفروض ان انا ما اغلطش، المفروض ان انا ما اردش الشتيمه. عشان انتوا يا جماعه بتستفزوني قوي، بتشتموني كتير، وامك وابوك وحاجات كده. بعدين انا اخواتي البنات عندي على ال على الاكونتات، وقرايبي وولادي يعني. فبعد اذنكم عشان نبقى متفقين مع بعض، اللي يشتمني يشتمني بصراحه. انا الموضوع ده مضايقني وانت ما تضحكش يا حسن، ما تضحكش يا حسن، خلينا ما تضحكش بس بجد. الاقي واحد يا عم مش عاجبك كلامي، مش عاجبك رايي، طب انا عندي معلومه غلط، طب انا عندي فيا كل العيوب، ما تشتمنيش يا عم. خلاص نتفق الاتفاق ده، اللي عايز يقول حاجه يقولها، ما حدش يشتمني. ده رقم واحد. نبدا بقى نتكلم بقى في اللي احنا الحاجات اللي احنا محضرينها، اللي عايز نتكلم فيها. اول حاجه عايز اتكلم فيها دكتور محمد اسامه. يا دكتور، انا اسف، انا بحبك وبحترمك واتعاملت معاك مرتين ثلاثه على المستوى على المستوى الشخصي. اتعاملت اتعاملنا في شغل كتير، سواء بقى على سواء في الكوره في كل مختلف المجالس الادارات اللي مسكت الزمالك. حضرتك شخصيه محترمه جدا، زملكاوي جدا، تفهم شغلك جدا، ولكن اعذرني، خروجك للاعلام في التوقيت ده ما كانش موفق. ليه ما كانش موفق؟ حضرتك طلعت تتكلم في اسرار فرقه، وفي حاجات حصلت في الفرقه، وحاجات حصلت في صفقات ولاعيبه موجوده جوه الفرقه وحاجات طبيه. مش وقته، الزمالك بيسعى نحو الاستقرار. يا دوب الاداره حاليا يعني بالبلدي كده احنا بنلصم الدنيا عشان تمشي، عشان المركب تمشي. فتطلع انت في الوقت ده تتكلم على اصل مش عارف مين عمل كشف طبي مين ما عملش كشف طبي، رغم انت بتدين نفسك. بس ماشي، طلعت تتكلم بتقول انا جالي مفاوضات الاهلي كان بيفاوضني وبيراميدز كان بيفاوضني طب ما اتكلمتش في الكلام ده في وقتها ليه؟ ولا انت اتكلمت مع الاداره وتم ترضيتك مثلا؟ طلع دلوقتي تقول الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز بيفاوضوني.
طب ايه فايده المعلومه دي للجمهور دلوقتي؟ هم كانوا بيفاوضوك امتى؟ امبارح؟ الاسبوع اللي فات؟ بعد ما مشيت من النادي كانوا بيفاوضوك وانت في النادي؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، حضرتك طالع بتقول ان في لعيبه ما تمش الكشف الطبي عليها قبل ما تنضم للزمالك. تمام. قلت الجفالي وقلت جهاد، محمود جهاد. طب ما انت الاثنين دول اللي انت قلت عليهم جم وانت رئيس الجهاز الطبي. اه هتقول لي اصل فلان ما رضيش ان هو ي... فلان ما رضيش ان هو يخلينا نعمل كشف طبي، ما كانش في وقت، اصل ما كانش فيه مش عارف ايه. الكلام ده كله صح ماشي، بس انت كان لازم تعترض وقتها. لا يا جماعه، اللعيبه دي مش تنزل الملعب الا لما ت... ماشي يا عم عماد، حاضر انا بعمل لاخواتي حاضر عشان نشتم براحتنا. ماشي يعني اشتم يا عم عماد. طب ما تشتمني، هقول لك ايه طيب؟ بس براحتك، انت صاحبي فبراحتك. ماشي يا عماد، ايش تقول اللي انت عايز تقوله يا عم عماد براحتك. يا عماد قادر يقول لك اعمل لاخواتك بلوك، حاضر يا عينيا. ماشي، ابقى اعمل لاخواتي بلوك واقاطعهم كمان عشان خاطرك يا عم عماد. تمام. نرجع تاني للموضوع. دكتور محمد اسامه، يا دكتور، ما كانش فتره اتكلم في الوقت ده، او في وقتها كنت تقول يا جماعه اللعيبه دي مش تنزل ملعب، اللعيبه دي مش تنزل تمرين الا لما نعمل كشف طبي عليها، وتحط شرط كده في عقدها، لو عملنا كشف طبي عليكم ولقينا ان انتوا في اصابه او في حاجه العقد ده يبقى لاغي. انما انت جاي دلوقتي واللعيبه اصلا مصابه من ساعه ما جت، واللعيبه ما لعبتش ماتشين على بعض، وجاي تقول اصل هم ما عملوش كشف طبي. انت بتصدر ازمه. طب انت مش عارف ان الجيفالي ده الزمالك بيسوقه؟ طلع تقول ان الزمالك ان الجيفالي عنده مشكله طبيه وكنا المفروض نعمل له كشف طبي والكلام ده. لما طب ما تصبر طيب، اصبر لما حتى الزمالك يسوقه. طيب يعني حتى بديهي، انت راجل زملكاوي نتكلم بقى بصراحه يعني بالبلدي بقى، وبشغل السوق زي ما بيقولوا او التسويق زي ما بيقولوا. اصبر. فخروج الدكتور محمد اسامه للاعلام في الوقت ده مش جميل، مش وقته. خانوا التوقيت، خانوا الكلام في بعض الحاجات. اعتقد الدكتور محمد اسامه معروف باحترامه وانتمائه للزمالك، كان المفروض ان هو يعدي المرحله دي، استنى حتى بعد اول اسبوع في الموسم واطلع اتكلم براحتك. اول ماتش السيراميكا نشوف الزمالك هيعمل ايه، وبعد كده اتكلم براحتك. دي النقطه اللي انا ايه، حبيبي يا عم مدحت، حبيبي الاستاذ مدحت سلطان بيقول لي عسل حبيبي يا عم مدحت، والله الله يبارك لك. ليه جمهور الزمالك متحفظ ضدك مع ان اغلب اخبارك صح؟ بص، ما فيش حد هيرضي الجمهور يعني، ده استاذ ماهر صلاح. مفيش حد هيرضي الجمهور، والجمهور دايما غيور على على النادي بتاعه. لو جيت النهارده قلت له خبر وحش لازم هيهاجمني، امر طبيعي. لو جيت قلت خبر هو مش مصدقه ومش مستوعبه، زي مثلا ان زيزو هيروح الاهلي او مضى للاهلي، الناس كلها مش مستوعبه. فانا مقدر ان الناس بتجيلها صدمه او ما بيبقاش مستوعبين الخبر، فلما بيجي لهم بالمنظر ده بيبقى رد فعل عنيف. فده بالنسبه يعني الناس اللي بتهاجمنا، لا عادي، ده الجمهور، والجمهور امر طبيعي يشتم وينتقد ويهاجم، بس نقلل شتايم شويه يا جماعه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى عايزين نتكلم فيها موضوع بيرسي تاو. بيرسي تاو، هل حضرتك هو بياخد حوالي 700 800 الف دولار في الاهلي لما كان موجود في الاهلي، وراح قطر تقريبا بنفس المبلغ دي مستحقاته الماليه هو. طب هل دلوقتي بيرسي تاو يستحق المبلغ ده؟ يعني انا ممكن اجيب بيرسي تاو اعتبر ان هو فري واديله 700 800 الف دولار في الموسم؟ هل بيرسي تاو هيعمل بده؟ هل هيأدي بده؟ هل انت كنادي طيب آه شايف ان بيرسي تاو قد يعني محتاجه فنيا؟ هل ده الصفقه السوبر اللي الزمالك محتاجها؟ هل دي الصفقه السوبر اللي الاستاذ ممدوح عباس وعد بيها؟ يعني الاستاذ ممدوح عباس وعد بصفقتين سوبر، هل دول منهم؟ ما اعتقدش. لو دول منهم تبقى كارثه. لان الصفقه السوبر دي يعني لما كان في اوكو جاي صفقه سوبر وكان مكسر الدنيا وشغال في سويسرا حلو والدنيا حلوه، ارقامه حلوه والفيزا بتاعته حلوه. انما بيرسي تاو، بيرسي تاو من الموسم اللي فات مش هنقول شطب كوره، بس هو ما بقاش بيرسي تاو بتاع الاهلي لما جه، ولا بتاع جنوب افريقيا ولا سان داونز. فانا ليه طيب ان انا يعني ليه اجيبه دلوقتي؟ هل اجيبه دلوقتي عشان هو فري لمجرد ان هو فري؟ انت ما تنساش ان هو هياخد عندك مكان لاعب اجنبي، فما ينفعش، لا صعب. انا من رايي صفقه بيرسي تاو ما ينفعش تبقى هي الصفقه السوبر اللي الزمالك محتاجها، واللي وعد بيها استاذ ممدوح عباس. فاتمنى من الله لو بيرسي تاو هيجي يبقى صفقه مش محسوب من ضمن الصفقات السوبر،
محسوب من ضمن الصفقات اللي الزمالك محتاجها لاستكمال قوام الفريق. لان بيرسي تاو تحت اي ظرف من الظروف مش هيديك سنه واثنين وثلاثه. الصفقه الصغرى ان اجيب لعيب 24 سنه 25 سنه مكسر الدنيا في فرقته، لعيب دولي، لعيب. يعني انت لما جبت عبد الحميد معالي 16 سنه ولا 17 سنه ده، قلنا عليه صفقه سوبر ليه؟ عشان بيلعب دولي ولعب فيرست تيم في فريقه، لعب دوري مغربي، احتك، عنده خبرات، هيفيدك. انما بيرسي تاو مش هيفيدك سنتين ثلاثه قدام، مش هتعرف تجيبه وتبيعه. يعني مش هتعرف سنتين ثلاثه وتبيعه. في استاذ احمد صلاح بيقول يسري بوزوق. اه ماشي، يسري بوزوق يا ريت يجي للزمالك، مهاجم جامد جدا ولاعيب جامد وليه خبرات ولاعب واحترف هي دي صفقات السوبر. اجيب لعيب متجرب، مش اجيب لعيب جربه، مش اجيب لعيب كمان بيشطب لمجرد ان هو فري. يمكن برضه من النقط ده موضوع فري وموضوع الصفقات والفلوس والصفقات دي الفلوس مؤثرة على الصفقات ازاي. اعتقد ان جون ادوارد لازم نديله التحيه، مدير الرياضي لنادي الزمالك، تحيه وتقدير للمجهود اللي عامله مع نادي الزمالك فتره الانتقالات دي. شغال بقى الامكانيات، شغال بيحاول ان هو يعني يعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. عندك غرامات، عندك عقوبات، عندك اللعيبه نفسها لسه ما خدتش مستحقاتها كامله. عندك كمان الانديه اللي بتروح تتفاوض معاها سواء بره مصر او جوه مصر يقول لك ايه؟ ده احنا لينا عندك فلوس هاتها. يعني اتحاد المنستيري لما رحت اتكلم معاه في الباك رايت بتاعه قال لك لا، اصل انت احنا لينا لينا عندك فلوس بتاعت الجيفالي عايزينها. فدي خد من ده كده بقى، في ام بي وفي الاتحاد وفي الانديه اللي هنا في مصر برضه ليها فلوس. لما تيجي تتكلم معاه يقول لك طب ادينا حتى جزء من القديم، طب اديني القديم كله وبعدين نتكلم في الجديد. فالصفقات في ظل الازمه الماليه دي يمكن من افضل الصفقات المتاحه. فاضل بس قطعه او اتنين او ثلاثه بالكتير سوبر اجانب، يا ريت الزمالك يبقى عمل سكواد كويس، عمل ماركات قويه يقدر ان هو يخش بيها الموسم، ينافس مع الاهلي وبيراميدز على بطوله الدوري وعلى الكاس وعلى بطوله الكونفدراليه اللي الزمالك فعلا محتاجها الموسم ده. ومحتاج، وده الهدف الاساسي للزمالك والهدف الاساسي لاداره الزمالك، الهدف الاساسي قدام اللعيبه. الزمالك لازم يرجع يلعب دوري ابطال افريقيا الموسم اللي بعد الجاي. نتكلم بقى هتاخد بطولة مهما تاخد، الزمالك مش في دوري ابطال افريقيا، الزمالك ناقصه كتير بصراحه. الزمالك مكانته الطبيعيه دوري ابطال افريقيا. خد 10 كونفدراليه ورا بعض، لازم تلعب دوري ابطال افريقيا، لازم تلعب في سنه من السنين كاس عالم انديه. انت الزمالك لازم الاداره واللعيبه والجهاز الفني والمدير الرياضي والجمهور يحطوا الهدف ده جنبه قدامك. يبقى انت عايز بطوله وتلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. التويته بتاعت الاستاذ ممدوح عباس. يا استاذ ممدوح عباس، حضرتك بتاريخك الزملكاوي اللي كله انتماء وكله حب للزمالك، وبكل دعمك والفلوس اللي دفعتها للزمالك على مدار تاريخك وتاريخ الزمالك، احب اقول لك حضرتك بالطريقه دي بتواصل مسلسل ضياع مواهب الزمالك. حضرتك عملت نفس الاسلوب مع عمرو زكي، مع شيكابالا، مع ميدو، مع اجوجو، ودلوقتي مع فتوح. دلع اللعيبه جوه الفرقه مش في مصلحه اللعيب، دلع اللعيبه جوه الفرقه مش في مصلحه الفرقه، دلع اللعيبه جوه الفرقه مش في مصلحه الجمهور. ما ينفعش لعيب عامل مشكله وعامل كارثه كبيره والاداره واخده معاه قرار تربوي بالايقاف وبايقاف مستحقاته وبخصم فلوس ويتدرب منفرد، وانا اطلع وحضرتك المفروض ان انت الراعي الرسمي لمجلس اداره نادي الزمالك او الراعي الرسمي لنادي الزمالك او حضرتك احد الممولين الاساسيين لنادي الزمالك، حط المسمى اللي يعجبك. ما ينفعش اطلع في الوقت ده واقول ايه؟ لا اصل فتوح ما ينفعش يتباع. طب ما كده اللعيب هيحس ان هو مسنود اعلى من الفرقه. يعني كده ظهره زي ما بيقولوا، هو ظهره عالي على الفرقه. هو لا، هو مش هي معلش، انت مدير رياضي خدت قرار ان انت هتعرضني للبيع، ما هو في حد غيرك هيقول لك لا، ده مش صح. ما ينفعش امشي مع اللعيبه بسياسه ان انا ابني عمل مشكله في مدرسه ولا في النادي، فلما يجي لي فاقول له يا حبيبي خلاص ما تزعلش، خد الفلوس دي وروح اتفسح مع اصحابك غير جو. انت بتحافظ على اللعيبه. موضوع دعمك المادي للعيبه على المستوى الفردي مش في مصلحه اللعيبه ولا في مصلحه الفرقه، لان اللعيبه بتبص لبعضها. بعد اذنك يا استاذ ممدوح، حضرتك ممكن
الفلوس اللي انت هتدفعها ما حدش اجبرك تدفعها، ولكن طالما هتدفع للفرقه وهتدعم النادي وهتدعم الفرقه، فبعد اذن حضرتك ممكن تدي لاداره النادي مثلا سي مبلغ ادي جنيه يا جماعه، الجنيه ده مكافآت للعيبه ان هم خدوا البطوله الموسم ده، فتتوزع وفقا للائحه، فاللعيبه كلها تبقى مبسوطه وكله مرضيه واوضه اللبس كلها متساويه مع بعضها. ما ينفعش ان انا لعيب اديله مكافاه استثنائيه عشان هو حبيبي وجنبه لعيب تاني ما خدش. ما ينفعش ان انا لعيب عنده ازمه ماليه عشان ما خدش مستحقاته من النادي، ولعيب تاني خبط على بابي فاروح مديله فلوس احل له ازمته الماليه. طب ما هنا اوضه اللبس هيبقى فيها تفرقه حتى في التعامل. فالموضوع ده آه، اعتقد هيبقى. حاضر يا اشرف سبت التليفون. حاضر. محمد اشرف قال لي سيب التليفون. حاضر انا سبت التليفون يا اشرف، حقك عليا انا اسف. فالموضوع الموضوع ده مهم جدا. واستاذ ممدوح عباس ارجوك غير سياستك في التعامل مع اللعيبه، غير سياستك في التعامل مع النادي عشان يعود في الاخر بالنفع على اللعيبه. ما ينفعش اللعيب اللي يخش نادي الزمالك الجديد جاي من اي نادي يبقى الهدف الاساسي بتاعه ان هو يوصل لاستاذ ممدوح عباس عشان يبقى احد المقربين منه. لا، اللعيب المفروض ان هو يبقى عايز يلعب ويدي في الزمالك ويدي افضل مجهود وافضل اداء واكتر حاجه في الملعب عشان يجي الزمالك ياخد فلوس مكافاه من الزمالك، مش ياخد مكافاه من محمد ربيع. ما ينفعش محمد ربيع يدي حسن، كل ما الفرقه تاخد بطوله، كل ما الفرقه تاخد بطوله فمحمد ربيع يدي حسن فلوس وما يديش اللي معاه. طب ازاي؟ طب ما اللي معاه يبص، انما لما اجي انا محمد ربيع ادي الفلوس دي لاداره النادي واقول لهم خدوا بعد اذنكم تصرفوا للعيبه مكافاه، حسن ومحمد واحمد وكله هيتراضى وكله يبقى مبسوط وكله هيبقى مرضي وكله هيلعب من اجل الفريق. آخر حاجة حابب أتكلم مع حضراتكم فيها موضوع سيف الجزيري. الأستاذ سيف الجزيري والكابتن سيف الجزيري أذكى واحد في الكون سيف الجزيري. أعتقد إن هو بتقول إيه؟ سيف الجزيري. لا أنا مش سامعك يا مبارك. عبد القادر ماشي، هنتكلم في عبد القادر برضه. ماشي حاضر هنتكلم في عبد القادر. سيف الجزيري آه، أذكى لعيب جه. المدرب يجي جديد يبقى سيف الجزيري ده من أول الناس المرشحة للرحيل. هوب اول ما المدرب يجي سيف الجزيري يعمل تمرينتين من نار وماتشين وديين من نار، المدرب يقول لك لا يا باشا خلاص انا عايز، انا مش محتاج، مش ما عنديش مشاكل في الهجوم، انا عندي سيف الجزيري. اول ما يقعد الموسم يبدا سيف الجزيري يختفي. لاعب كسول، ما بيهتمش موهبته، بينشغل خارج الملعب ما بين بقى مستحقات، ما بين حياه آه، ما بين حياه مختلفه كتير بتشتته، ما تعرفش ايه اللي بيحصل له، بيختفي باقي الموسم. فسيف الجزيري لو الموسم ده هيكمل على نفس السيناريو ده لا بعد اذنك لا مش عايزين يا ريت تمشي، يعني يا ريت سيف الجزيري بقى يمشي. احنا عارفين عنده مشكله ان هو يمشي زي ما اتكلمنا في الاول، بس يا ريت ان هو سيف الجزيري يشوف حل في نفسه، يا اما يبقى مفيد للنادي يا اما يبقى مفيد ماديا ويتكل على الله ويسيب لنا فرق كده مكان كده في في القايمه لمكان الاجانب. موضوع احمد عبد القادر انا مستغرب جدا. بيراميدز دلوقتي بقى حلو احمد عبد القادر، ووصل اتفاق وديل شبه ديل بينه وبين الاهلي شبه رسمي خلاص، ايام او ساعات انه هيتم. احمد عبد القادر صفقه تبادليه، مش احمد عبد القادر ده كان مطلوب في الزمالك، احمد عبد القادر ده كان مطلوب في الزمالك. وبيراميدز نفسه ما رضيش يدي الزمالك زلاكا وما رضيش يديله لعيبه اساسيه وقال لك ابراهيم عادل عندنا وي وي. طب يعني دلوقتي احمد عبد القادر هو المفيد لبيراميدز، هو اللي بيراميدز عايزه، هو اللي هيعوض ابراهيم عادل. انا مش فاهم بصراحه، يعني صفقه انضمام احمد عبد القادر لبيراميدز والصفقه التبادليه وهيبدلوا مع بعض والكلام ده، ده موضوع انا علامات استفهام كتيره مش فاهمها، وهتبان اكتر لما الصفقه تتم لو تمت. ان بيراميدز فجاه بقى عايز احمد عبد القادر، والاهلي ما عندوش مشاكل انه يودي احمد عبد القادر بيراميدز، رغم ان هو اصلا في مشاكل بين الاهلي وبيراميدز في الصفقات، يعني مش مشاكل مع كلمه مشاكل، اللي هو التنافس الطبيعي بين الفرقتين دلوقتي بيتنافسوا على دوري وعلى دوري ابطال افريقيا، ما بقاش في تعاون بينهم في الصفقات كتير. ف يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي تم؟ ايه اللي بيحصل في موضوع صفقة احمد عبد القادر ده؟ هل بيراميدز محتاجها؟ مش عارف، فنيا مش شايف ان هو محتاجها قوي. هل الاهلي محتاج الصفقة التبادلية من بيراميدز ياخد حد مكانه؟ محمود صابر. محمود صابر ده الزمالك كان عايزه برضه على حسب ما اعرف يعني،
الزمالك كان محتاجه، يعني الاثنين الزمالك كان محتاجهم في الاهلي وفي بيراميدز ودينهم مع بعض. برضه الموضوع ده محتاج كلام كتير، بس لما نقف في تفاصيل اكتر، ولما تتم الصفقه رسمي ونعرف معلومات اكتر والدنيا تتضح اكتر. اتمنى اكون ضيف تقيل خفيف عليكم، ما كنتش تقيل. واتمنى اللي عنده اسئله وعنده استفسارات او عنده حاجه يكتب لنا في الكومنتات ويتواصل معانا، بس من غير شتيمه، بس ارجوكم زي ما اتفقنا في الاول يا جماعه، عشان انا الناس بتشتم كتير وانا زهقت من موضوع الشتيمه ده. شكرا لكم.